متابعي قناة إسلام المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الأكتروس MP4 في كلامنا عن المحرك، طبعا لأنه من أهم الأجزاء الموجودة في العربية. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وفي تساؤلات كتير عنها في الفترة الأخيرة: درجة حرارة المكنة بترفع معايا، بتوصل ل90 وبتوصل 95 وبتوصل ل100 درجة. عايزين نعرف الكلام ده فعلا طبيعي ولا في حاجة، في مشكلة عندي في العربية، عشان أبقى مطمن على العربية بتاعتي اللي دافع فيها ملايين. تمام. نبدأ أولا بحاجة اسمها السيرموستات. السيرموستات ده يا جماعة وظيفته إن هو ينظم موضوع درجة الحرارة، يعني هو يخلي درجة حرارة تقل أو تعلى أو أيا كان القصة دي كلها. العضو الفعال أو أهم جزء في المحرك بتاعي السيرموستات، طبعا بعد رمبة المية وبعد أجزاء تانية كتير، لكن من أهم الأجزاء السيرموستات. السيرموستات ده يا جماعة وظيفته إنه يفتح للمية اللي جاية من الرادياتير بتاعي عشان تدخل تدور داخل المحرك، فبالتالي المية الباردة بتدخل على المية الموجودة داخل المحرك فبتقل درجة حرارتها. لكن الكلام ده مش بيتم تلقائيا مثلا، او بيتم على طول بصفة مستمرة، لا، بيتم عند درجة حرارة معينة. السيرموستات نفسه بيفتح عند درجة حرارة معينة. طيب ايه اللي بيتم عندي؟ الرينج بتاع درجة حرارة المحرك بتاعي من 87 ل 95 درجة مئوية. طيب بيفتح امتى وبيقفل امتى السيرموستات؟ السيرموستات بتاعي او درجات نظام التشغيل بتاعي في التبريد، في عندي 3 مود او 3 اوبريشنز مود: كولنت، انلت، تمبريتشر. في عندنا حاجة اسمها باي باس مود، وفي حاجة اسمها ميكسد مود، وفي حاجة اسمها كولر مود. ايه الباي باس وايه الميكسد وايه الكولر وايه الكلام ده كله؟ الباي باس يا جماعه بيتم في حاله ان درجه الحراره بتاعتي ما وصلتش ل 87، درجه حراره المكنه بتاعتي ما وصلتش 87، فبالتالي اسمها حاجه اسمها باي باس. باي باس يعني ايه؟ الميه بتدور داخل المحرك بتاعي، ترومبه بتدور، الميه بتدور داخل المكنه او البلوك بتاعي، ومفيش ميه جايه من بره من الرادياتير. دي حاجه اسمها باي باس مود. درجه حراره اقل من 87 درجه مئويه، السيرموستات في وضع الكلوزد كومبليتلي، يعني قافل. تمام. في حاجه تانية اسمها ميكسد يعني ايه؟ درجة حرارة زادت شوية بس ما وصلتش 95، يعني عالي، أعلى من 87 درجة مئوية لكن أقل من 95 درجة مئوية. في حاجة اسمها ميكسد مود. ميكسد مود يعني ايه؟ يعني السيرموستات بيفتح، طبعا ده السيرموستات بتاعنا يا جماعة، بيفتح، لكن بيفتح حاجة اسمها بارشلي يعني جزئية، نص فتحة، تلات أرباع فتحة، حاجة زي كده، إن هو يدخل مية باردة من الرادياتور بتاعي أو الكولر، لكن مع استمرار وجود المية الدافية داخل المحرك ما يتمش تبريدها بصفة كاملة. ده وضع اللي هو من 87 درجة ل 95 درجة. لا، درجة الحرارة بتاعتي ارتفعت أكتر من كده، وصلت أعلى من 95 درجة مئوية. يعني بنتكلم في إن الثرموستات بتاعي هيعمل حاجة اسمها completely open، يعني هيفتح فتحة كاملة، هيفتح على الآخر للمية اللي جاية من الراديتور بتاعي أو الراديتير أو كولر، عشان يعمل تبريد للمكنة بتاعتي. دي اللي هي أهم المعلومات اللي أنا تخصني في موضوع الثرموستات والتبريد. هنتكلم في فيديو تاني لوحده منفصل عن موضوع الترومبة والتحكم فيها ازاي، لأن الترومبة هنا عندنا مختلفة عن الموديلات الأقدم. انتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله عن ترومبة التبريد. أتمنى يكون قدمنا معلومة مفيدة.